معاكم من يوسعها يا أصحاب صنعاء؟ معاكم من يرجعها؟ الطائرة اللي باقي مع الشعب اليمني اليوم قصفت، قبل جمع أيام قالوا تم ترميمه، اليوم قصفوه. يا أصحاب صنعاء، صباح الشموخ اليوم الثاني. أنا ما أعرف، أنا عجزت أفهم المطبلين للحوثي، عجزت أفهم من للحين راجين في خير. تفكيرهم حاليا إيش؟ هدمت البنية التحتية، أملاك المواطنين راحت، الطائرة اللي كانت ملجأ لأغلب المواطنين اليمنيين اللي كان مثلا معه مريض حالة خاصة يريد تسفيرها لبرا، ما عاد فيش. الآن فوق ظهر محمد علي الحوثي ولا فوق ظهر حماره يسفركم. تمام، أشغلونا صباح الشموخ، شغلونا، معاكم من يوسعها. طابت لكم حاليا؟ طابت؟ ارتحتوا؟ من حق الجنوبي الآن تحمل عناء السفر للجنوب 24 ساعة كأنك مسافر من دولة إلى دولة، تحمل كلامهم وتحمل كلام الجنوبيين كأنك مسافر من دولة زي ما قلت لكم لدولة، وتحمل كلامهم ونرفزتهم. من حقهم لأنهم ما فرحوا بالقصف زي ما فرحوا مشاهير صنعاء وأغلب أهالي صنعاء. ما فيش يعني، مشربكم الإهانة وعادكم فوق ذلك مطبلين له. أنا عجزت، العالم كله، العالم موش، أنا عجز على أن يفهم تفكير الحوثيين ومناصريهم ومطبلين لهم، عجزوا على أن يفهموهم بالفترة هذه. يعني أنت تقصف، تباد، وعادك راكز ذيلك أو راكز مبتس لهم، وعادك صباح الشموخ ما إيش غزة يا أخي، استغفر الله العظيم، لا يزيدوا عليكم يا أخي. الدم اليمني مش أرخص من الدم الفلسطيني، لكن لا حياة المتنادي. صباح الشموخ، هيا شيل.